ازيكم عاملين ايه؟ معاكم حكم. النهارده اول حلقه ليا على اليوتيوب. اتمنى ان شاء الله انا اكمل معاكم وان انا اقدم حاجه مفيده وجديده، اكون خفيف على قلوبكم ان شاء الله. هم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. حابب ابدا اول حلقه معاكم على اليوتيوب ان انا اكلمكم عن بعض القراء. مش هكلمكم عن سيرتهم ولا عن تاريخهم حاجه، غير انا هقول لك اسم القارئ واسمعك صوته. لو انت حبيت اللي انت تسمع القارئ ده هسمعك اصوات القراء اللي مروا عليك الفتره اللي فاتت او خلال فتره حياتك عموما. في ناس اكيد انتوا عارفينهم كويس جدا، وفي ناس ممكن ما تكونوش عارفينهم. اللي عارفينهم اكيد طبعا هتكونوا سمعتوهم قبل كده، وفي منهم ما تعرفهمش هتسمعوا. واكيد في ناس بتبقى حابه شيوخ معينين مايلين ليهم، وفي ناس تانية ما بتبقاش حابه تسمع القراء. هي في الاخر اذواق، بس هيبقى ان القران ثابت هو الكلام اللي بيجمل اي صوت. وهنبدا بالشيخ محمد صديق المنشاوي اللي ليه تلاوات كلنا عارفينها. في منها تلاوات بطيئه اللي زي بتسمعها في عزا، او زي بتسمعها على اي قناه من القنوات، او بتسمعها على تيك توك. لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. مش هننكر ان الشيخ محمد صديق المنشاوي من احسن الاصوات اللي ممكن تسمعها، سواء في جيلنا او في الاجيال اللي فاتت. حلاوه التلاوه، روعه التجويد، ما نزكيش على الله احد، بس طبعا ما ننكرش مدى جمال صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي. تاني صوت معانا ممكن ناس كتير ما تعرفوش، ما عداش عليها، بس انا من الناس اللي تحبه جدا القارئ ده، وهو القارئ هشام عبد الباري. الشيخ هشام عبد الباري من الاصوات اللي تاخد قلبك وتروح معايا. سبب معرفتي للقارئ هشام عبد الباري ان انا كنت بسمع له قناه المجد في فتره من الفترات، معرفش بيقول دلوقتي ولا لا. شدني جدا يعني في سوره الانفال والتوبه بالذات. هسمعكم تلاوه من تلاواته في سوره الانفال. يلا بينا نسمع. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. معانا كمان القارئ ماهر المعقلي. طبعا محدش يختلف على الشيخ ماهر المعقلي، ناس كتيرة قوي عارفاه، بس في ناس ما تكونش عارفة اسمه بس بتسمع صوته. من الناس ما اختلفش عليه اتنين تلات ارباع او 99.9 من الناس يعرفوا الشيخ احمد العجمي. بس الشيخ احمد العجمي ليه تلاوه فيها غلطات ياما جدا ومتسرعه جدا، ودي تلاوه صراحه انا مش ميال ليها. ليه تلاوه تانية تجويدها نسبه كبيره، التلاوه مظبوطه، وكمان التسجيل والجوده عاليه جدا. تعالى اسمعكم التلاوه اللي هي السريعه اللي هي فيها اخطاء اللي انا كنت بسمعها زمان، والتلاوه الجديده بتاعته اللي انا سمعتها الفتره الاخيره واللي كان بيجي منها على قناه
ولا يخفى عليكم الصوت الهادي الجميل اللي بياخدك كده وياخد قلبك وتروح معاه كده، الشيخ ناصر القطامي. ناس كتيرة أكيد بتسمعه، في ناس تعرف اسمه وناس لأ. الشيخ ناصر من الناس اللي لما بتسمع صوتها قراء، وهو شيخ القراء الشيخ الحصري. الشيخ الحصري على قد ما تلاوته بسيطة وممكن ناس ما يبقاش ميالة لتلاوته، على قد ما تلاوته فيها كده خشوع وليها كده رونق خاص. مش هعرفها غير اللي كانوا بيحفظوا قرآن بالذات او بيتعلموا التجويد. اكيد 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 عدى عليهم الشيخ الحصري. هو ليه تلاوتين برضو، تلاوة من التلاوات البطيئة اللي هي بتبقى تحقيق بيقرأ بالراحة شوية، والقراءة الحدر اللي هي بتبقى قراءة سريعة. على سماعكم دي يخفى علينا طبعا من ائمه الحرم الشيخ السديس والشيخ الشريم. محدش فينا ما يعرفهمش او محدش فينا ما سمعهمش، حتى اللي ما يعرفش اسمهم اكيد سمعهم. الشيخ عبد الرحمن السديس صوته جهوري شويه، في نوع من انواع الزعيق وهو بيقرا كده. والشيخ الشريم حدر شويه كده وفيه هدوء بسيط مع حدر. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. ومن الائمه القدام مسجد المدينه الشيخ محمد ايوب. الشيخ محمد ايوب على فكره في قراء كتيره بيقلدوا طريقته او خدوا طريقته وطوروا منها، زي الشيخ ناصر القطامي عمل كده. على فكره لو حد سمع تلاوه الشيخ ناصر هتلاقيه بياخد شويه من الشيخ محمد ايوب. الشيخ محمد ايوب ليه تلاوتين، في تلاوه منهم معروفه جدا اللي بتيجي على قناه المجد دايما، وفي تلاوه ليه تانية اتشهرت اليومين دول على التيك توك وعلى انستجرام، بيجي له مقاطع منها. والتلاوه دي على فكره في منها صور كان الشيخ محمد ايوب نزلاله، من اروع التلاوات اللي الشيخ محمد ايوب. ممكن تكونوا تستغربوا شويه ان انتم ممكن ما تكونوا سمعتوا منه قران، بس سمعتوا منه تواشيح واناشيد ياما. الشيخ نصر الدين طوبار على فكره ما كانش بينشد بس، ما كانش ليه تواشيح بس، لا وكمان كان ليه تلاوات قرانيه ساعات بيجي منها جزء على قناه المجد. انا بتكلم عن قناه المجد عموما لان دي اكتر قناه تقريبا دخلت بيوت ليه تلاوه قرانيه بالتحقيق. تعالى اسمعكم تلاوته، هي قريبه شويه من طريقته في الانشاد بس برضه ليها طعم كده خاص. واضم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء
من غير سوء تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. في برضو مقطع انتشر عن قارئ الفترة الأخيرة الشيخ هيثم الدخين، ليه تلاوة جميلة جدا كان بيقرأها. هم كانوا كام آية وهو قاعد في المسجد كده، كانوا مصوروه وهو بيقرأهم، بس ليه صور تسمعها له طريقة تلاوته، وساعات بيقرأ بنفس التلاوة اللي كان بيقرأها في المسجد. أنا هسمعكم التلاوتين. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون